جاسوس بريطاني فريد من نوعه اشتغل لحساب المخابرات البريطانية وهو ميت. مش كده وبس، ده كمان نجح في مهمته. بيقول الدكتور نبيل فاروق في كتابه أشهر الجواسيس إنه في خريف سنة 42 قررت دول الحلفاء إنهم يحتلوا جزيرة صقلية اللي كانت تحت السيطرة النازية عشان تبقى قاعدة ينطلقوا منها لأوروبا كلها ويقضوا على الألمان. لكن الموضوع ده ما كانش سهل خالص، وفضل رجالة المخابرات البريطانية يدوروا على وسيلة مبتكرة ما يكشفهاش الألمان أو حتى تشتتهم وتخليهم يشكوا في هدف تاني غير الهدف الحقيقي، لحد ما لقوا فكرة في منتهى الذكاء. صاحب الفكرة قال لهم: ايه رأيكم لو رمينا جثة لواحد من الضباط البريطانيين في البحر بحيث تظهر على شواطئ أسبانيا، ونكون حاطين في جيوبه وثائق سرية وشوية جوابات على أساس إنهم يشكوا إننا هنحتل سردينيا مش صقلية. وفعلا الخطة عجبت المخابرات البريطانية جدا، وبدأوا يدوروا هم والدكاترة على مواصفات للجثة المطلوبة، واللي كانت من أهم مواصفاتها إن الرئة تكون مليانة مية عشان تبين يعني إن اللي ميت ده كان ميت غرقان، وإلا الخطة كلها هتبوظ ويكشفها الألمان. وبعد فترة قدروا يلاقوا جثة لشاب رياضي كان عنده التهاب رئوي حاد اتسبب له في ارتشاح في الرئة. ومن حسن الحظ إن الطب الشرعي في الوقت ده ما كانش متقدم كفاية علشان يكشف سبب الوفاة الحقيقي، وعلى طول اتواصلت المخابرات البريطانية مع أهل المتوفي وأقنعوهم إنهم يتنازلوا عن جثة ابنهم، وده طبعا من غير ما يعرفوا السبب أو الغرض. وأقنعوهم إنهم بالطريقة دي بيساعدوا بريطانيا في حربها ضد ألمانيا. وفعلا وافق أهل المتوفي إنهم يتنازلوا عن جثة ابنهم، بس بشرط واحد: إن المخابرات البريطانية ما تصرحش باسم ابنهم أبدا. ووافقت المخابرات البريطانية وسموه ويليام مارتن. بس قابلتهم مشكلة صغيرة كده، وهي إن كل الصور اللي تصورها عشان صورة البطاقة الشخصية ظاهر فيها إنه هو ميت، وده بالرغم من التلاجة الكبيرة اللي كانت الجثة محفوظة فيه، وبالرغم برضو من محاولات خبراء المكياج إنهم يغيروا في شكله. وعشان كده رجع ضباط المخابرات البريطانية يدوروا من جديد، بس المرة دي بيدوروا عن شخص شبه جثة ويليام مارتن، لحد ما لقوا الشخص ده وكان عسكري في القوات البحرية، وكان شبه ويليام مارتن بنسبة حوالي 80% كده. وبكده بقى الويليام مارتن بطاقة شخصية حطوها في محفظته جنب شوية أوراق من البنك. ومش بس كده، المخابرات البريطانية ما نسيتش كمان إن هو شاب وليه مغامرات عاطفية. دول كمان حطوا له صورة لبنت اسمها بام على أساس إنها خطيبته، وكمان عشان يسبقوا الدور أكتر حطوا له منها جوابات في المحفظة. وأهم من كل ده حطوا رسالة موجهة من رئيس الأركان للجنرال ألكسندر قائد الجيش ال18 الأفريقي. والرسالة دي بتقول إن العملية اللي اقترحها ألكسندر مرفوضة، وحطوا كلمتين كده يعني تبين إنها عملية احتلال صقلية. ومذكرة تانية من اللورد لويس مونتباتل لأميرال الأسطول السير كوبنغهام القائد العام للبحرية في البحر المتوسط، بيشرح فيها مهمة ويليام مارتن، وفي آخرها بتتمنى القيادة لويليام مارتن إنه يرجع بالسردين عشان عايزينه. وطبعا الكلمة دي هتخلي الألمان تفتكر إن بريطانيا عينها على سردينيا مش صقلية. وبكده كل حاجة كانت جاهزة عشان الخطة تتنفذ، خاصة بعد ما وافق عليها رئيس الوزراء وينستون تشرشل. ورموا الجثة في المحيط وحواليها طوق نجاة. وفي 30 إبريل لقى الجثة صياد أسباني على شواطئ أسبانيا، وبلغ السلطات الأسبانية علشان ياخدوا الجثة ويشرحوها. وطبعا اتسرب الخبر للمخابرات الألمانية اللي بعتوا دكتور مع ضابط ألماني عشان يعيد تشريح الجثة، ما هي لابسة زي عسكري. وبلعت ألمانيا الطعم، وطلعت نتيجة التحليل لصالح بريطانيا اللي أكدت إن سبب الوفاة كان الغرق. وبعد يومين من اكتشاف الجثة استلم السفير البريطاني جثة الجاسوس ويليام مارتن ودفنها في مقبرة في مدينة هوليجا الأسبانية. وفي نفس الوقت ده كانت المخابرات الألمانية بتصور وتفحص كل ورقة لقوها في جيوب الجاسوس البريطاني ويليام مارتن. وبعد الفحص الألمان ما شكوش في أي حاجة من ناحية صقلية. دول حتى لما حللوا أسلوب بام الخطيبة الوهمية لويليام مارتن قالوا إنها شخصية مناسبة إنها ترتبط بضابط بريطاني. وشرب الألمان المقلب لدرجة إن هتلر نفسه اتأكد إن غزو الحلفاء متجه لسردينيا في اليونان مش لصقلية. وعشان يواجهوا الهجوم الوهمي من الحلفاء على سردينيا نقلوا فرقة دبابات كاملة من فرنسا لليونان للدفاع عن طرق المواصلات والمواني اللي كانت مكتوبة في وثائق ويليام مارتن. مش كده وبس، دول كمان زرعوا ألغام بطول وعرض الساحل اليوناني كله، ونصبوا عليه مدفعية قوية، ونظموا دوريات من قاذفات التوربيد. والأسوأ من كده إن
إنهم نقلوا أسطول البحرية من صقلية لليونان، وكل ده وهم مطمنين إنهم كشفوا خطة الحلفاء وكمان بوظوها. وكانت المفاجأة لما هاجم الحلفاء صقلية عشان تكون بداية النهاية للألمان في الوقت ده، واللي ما كانوش مصدقين اللي حصل، لدرجة إن الأدميرال دونتس بعت 3 مرات يتأكد إن أخبار الهجوم على صقلية صحيحة، ومحدش عرف بالمواضيع دي غير بعد سقوط ألمانيا سنة 45، وده لما أعلنت بريطانيا عن الخدعة اللي ساهمت في تغيير مسار الحرب العالمية الثانية. وانبهر العالم بالجاسوس ويليام مارتن اللي لحد النهاردة بيزوروا قبره في أسبانيا عشان يتكتب اسمه من ضمن أشهر وأغرب الجواسيس اللي اتحكت حكاياتهم في حكاوي الدنيا.